صباح النور والسرور، اشنو اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده يا رب. مرحبا بكم معايا من جديد. المهم البنات، عندي واحد الحوته ديال القرب. المهم حليناها هنا من اللور، حيت غادي نعمرها بالشعريه الصينيه والشرموله ديال الحوت، وهنا الكروفيت اللي غنديرو في لاصوص وغنديرو في الشعريه الصينيه. وهنا عندي كروفيت رويال البنات، هنا راه باقي عندي جامد، الله جبدته. عندي كروفيت رويال، نتوما كيف ما كتشوفوا. وهذا مكان، وغنرجع معكم ان شاء الله. غادي نشرم الحوته وغادي نعمرها بالشعريه الصينيه والكروفيت، حطها في فران طيب، وغندير لاصوص حتى هو بالكروفيت والروز بالكروفيت. غادي نكتفي، ما غنديرش الفلفله والبطاطا وخيزو. ومهم بطاطا وخيزو والفلفله غنديرهم شلاضه، بطاطا وخيزو وجلبانه. هذا مكان البنات. المهم غنشارك معكم لقطات. هنا كروفيت نقيته، هذا الرويال اللي باقي ليا، وغادي نزين به من الفوق حتى هو. هنا راه ما غنديرش جوج حوتات، غندير غير وحده، الاخرى غادي تشرب الملح حتى هي ونشللها تسقطر ونحتفظ بها في المجمد. هذه هي اللي غادي نعمر. هذه كبيره تبارك الله، راه فيها 3 كيلو ونص، راه ما شاء الله. نتوما كتشوفوا غاديش نهزها. دابا البنات الشرموله غادي نشرملها مزيان من برا ومن الداخل، وعاد غنعمرها بالشعريه الصينيه. وغادي نخلي ضروري من هاد الشرموله بالشعريه الصينيه باش مع الكروفيت. هانتوما صافي راه شربتها مزيان. دابا غادي نرجع للشعريه الصينيه والكروفيت. ودابا غادي نغطيه بواحد البابي البنات، وغادي ندير واحد شويه الزيت ونرميه في الفران. غنضيف زيت الزيتون وصافي البنات. داك الماء ديالها اللي غطلق هو فاش غادي طيب. غادي نغلسها بحال هكايا، وغنشعل عليها غير من الفوق حتى تطيب مزيان. غادي نشعل عليها من الفوق. الروز البنات، هنا درت زلافه ديال الروز كلاصي. المهم البنات ما تكسرنيش داك الروز اللي كيتعجن، وضفت شويه الكروفيت وعشقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، شويه البزار، وغندير شويه الزيت. وهنا البنات راه الا ما كاينش الكروفيت راه انا المهم نكمل لكم المكونات. رجعت هنا الروز اللي غنرافق مع الحوته ديالي. المهم البنات عندي هنا زلافه ديال الروز، جوج ديال الماء، كندير شويه الملح ضم كنور بكري. المهم انا هنا استعملت الكروفيت، ما غنديرش كنور. شويه الملح، عشقه صغيره ديال الخرقوم، شويه البزار، وغندير شويه الزيت. وحكيت بصله البنات، هنا راه حكيت غير بصله صغيره. الا درتو كميه كبيره راه كديروا بصله كبيره كتحكوها كديروا ضمه ديال كنور، وكيجي بنين صراحه بلا كروفيت. دابا انا استعملت الكروفيت في الحشوه وغادي نستعملو حتى في الروز. دابا غادي نسد عليه. كديروا قبل الا درتو زلافه الروز كديروا جوج ماء، انا درت زلافه روز جوج ماء. المهم درتو جوج روز كديروا 4 ماء. المهم كميه كتبقى حسب الاشخاص. وانا ما بغيتوش الشيط، راه عرفتوا رمضان هذا شويه من هوك شويه من هوك، داكشي باش درت هاد الكميه باش على الله ما يشاتش ليا يتكال. وهنا الروز اللي سلقت الشلاضه خيزو
وجلبانه، باقي ليا المايس والطون. وهنا الكروفيط اللي غادي نشحر حتى هو باش غنزين به هاد الكروفيط رويال اللي غنزين به الحوته من الفوق. وغنرجع دابا لاصوص، غنسد على الروز البنات، راه غنسد غتصفر نقصوا عليه، راه دغيا كيطيب كيجي ناشف هو هذاك. دابا غادي نرجع نحيد الحسوه ديالي، اليوم درت غير الحسوه. صافي طلعت لنا شويه الحريره في الراس، رجعنا للحسوه، الحسوه بالحليب، الحسوه بالشعير. صراحه كتجي حتى هي لذيذه وبالحليب نتوما كتشوفوا يا سلام. ومهم هنايا بطاطا حتى هي. غادي نرجع دابا نسد على الروز وندير لاصوص ديالي حتى هو. غندير لاصوص البنات وشويه الزيت شويه البزار والكروفيط، وغادي نخليه يتشحر وينشف باش من غنخرج الحوته غادي نفرشو من التحت وغادي نحطو الحوته من الفوق. وهذا مكان. وغادي نجمع الشلاضه ديالي باش نرجع لمكونات اخرى. وهنا البنات في هذا الاثناء صافي جري عليك ما بقى والو، غادي يأذن. صافي غادي نحط، بديت كنوجد وكنسخن. الحوته ديالي طابت ونشفات وهانتوما كتشوفوا جات ما شاء الله، طابت من الفوق ومن التحت. دابا هنا كنت شعلت عليها من الفوق. ودابا البنات صافي خديت البلاطو اللي غسلته ونشفته وحطيت فيه لاصوص باش نحط فيه حوته، وغادي نزين. والتزيين كيبقى اختياري اي واحد. المهم هذا هو التزيين ديالي البنات. والروز هو غادي نحطو في زليفات من هك ومن هك. وهذا مكان، وكنتمنى هاد الاطباق تنال اعجابكم يا رب، وبالصحه فطوركم. وشلاضه ديالي حتى هي هذا هو التزيين اللي زينتها البنات، حتى هي كتجي ما شاء الله. فرشت الخص من التحت قطعته وحطيت الشلاضه ديالي خلطتها كامله بلا ما نقاو علينا الطباصل. وهذا مكان. وبالصحة فطوركم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. مع السلامة، فيديو قادم إن شاء الله يا رب.